اهلا بيكم يا ابطال. المره اللي فاتت اتكلمنا عن الارقام من اول 1 لحد 1000، من اول اينس لحد 1000، ووعدناكم ان المره الجايه هنتكلم عن الارقام الاكبر. المره دي هنتكلم عن ارقام اكبر من 1000 زي 100,000، 200,000، المليون وكده. وهنتكلم برضو عن اسم الاسبوع بالالماني واسم الشهر واسم السنه. بس كمل الفيديو للاخر عشان الفيديو ده مهم جدا. في الألماني الأرقام الأكبر من 1000 على فكرة سهلة جدا. احنا بنقول الرقم وبعد كده بنقول 1000، يعني 2000 لغاية 1000، فاهمني؟ zum Beispiel 1000 يعني 1000 oder 2000 يعني 2000 oder 3000 يعني 3000. شفت الموضوع سهل ازاي؟ أرقام مركبة في الأرقام الكبيرة اللي هي في الألف. zum Beispiel 1100 يعني 1100 oder 1500 يعني 1500. أرقام مركبة ثانية برضو zum Beispiel 2024 يعني 2024 oder 10,000 يعني 10,000. أرقام أكبر zum Beispiel 100,000 يعني 100,000 oder 1 مليون يعني مليون. شفت الموضوع سهل ازاي؟ بعد كده معانا اسبوع بالالماني يعني Woche يعني اسبوع، واسابيع يعني Wochen نحط لها ان. بعد كده شهر بالالماني يعني Monat يعني شهر، واشهر يعني Monate يعني اشهر. وبعد كده سنة بالالماني يعني يا سنين جمع، يعني جمع السنة سنين تبقى Jahre يعني سنين. بعد كده قرن بالالماني يعني هون oder Zeitspanne يعني قرن. طيب ازاي تقول السنة اللي انت فيها بالالماني؟ zum Beispiel 2024 يعني 2024 أو 2024 oder 1999 يعني 1999 oder 2026 يعني 2026. جملة بسيطة كده ازاي تقول ان احنا في سنة 2026. هتقول wir sind im Jahr 2026 يعني احنا بنكون في سنة 2026. كده يا ابطال اتعلمنا ازاي نقول الايام وازاي نعد الارقام من اول 1 لحد 1000 و100,000 و200,000 ومليون، وعرفنا كمان ايام الاسبوع والاشهر واسم الاسبوع نفسه واسم السنة وكمان اسم القرن. لو عجبك الفيديو متنساش تصلي على النبي كتير وتعمل اشتراك ولايك وتفعل زر الجرس، وتكتب لي في الكومنت محتاج نتكلم ايه عن ايه الفيديو الجاي، محادثة او استماع او نتعلم جمل اكتر او نعد ارقام اكتر. زي ما قلت لك متنساش تصلي على النبي كتير. سلام.